هنا سمر واحنا بالبصرة في شارع الفراهيدي يوم الجمعة، تعالوا ويانا. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب، أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب، نلتقي لو في زوايا الحجب. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. أظلم الكون لفرقاك وناح طائر دل لهجراك جناح، أظلم الكون لفرقاك وناح طائر دل لهجراك جناح، طائر دل لهجراك جناح. نظرة يا حلوتي منك حياة، يشرق الكون ويرتاد الصباح، أزهر الورد لذكراك وفاح، أذن الساقي إلى هذا الفلاح، أذن الساقي إلى هذا الفلاح. سلب النوم خيال مر بي. الله، السلام عليكم استاذ. عليكم السلام. شلونك؟ شلون صحتك؟ حبيبي عليكم السلام ورحمة الله. الاسم بالخير. فنان التشكيلي أبي العراقي صبري المالكي. شرف حضرتك. فنان كبير، موسوعة جميلة الرسومات. طبعا أنا لأنه تيمنا بثقافة تاريخ العراق القديم، فأطلقت عليه اسمي بأنه قلقامش العراق صبري المالكي. نعم. نعم. استاذ، المركز اللي حصلت عليه هنا بالبصرة وخارج البصرة؟ والله أنا تعرف عندي مشاركات دولية وعربية بنفس الوقت، وعندي آخر المعرض الشخصي 21 قدمت به 55 عمل في جمعية تشكيليين عراقيين في البصرة، والآن مستعد لإقامة المعرض الشخصي 22 إن شاء الله في المركز الثقافي الفرنسي في بغداد. لا يستعد هسه الآن للمعرض على القادم، لأنه تجربة تختلف عن سابقتها، وأنا معروف بأسلوبي وتقنية اللون اللي أنا أستخدمه. نعم. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله استاذ. الله يخليك. الله يسلمك. هل تحب تقرأ الكتاب اللي يناسبك أم يناسب الجميع؟ والله تتعرف من تتعدد الثقافات، اكو واحد عنده ميول مثلا لقراءة كتاب الشعر، واكو لكتاب الرواية، اكو يعني الكتاب اللي تخص بالتاريخ او بالمعلومات العامة اللي تشمل اي شخص، لان الثقافة ما تكون محددة بشكل معين، لانه انت راح تتعرض للمجتمع اللي راح تتعايش وياه. جائز ان يكون في سؤال معين حول التاريخ، اذا انت كانت عندك معلومات تكسب حول التاريخ تحاول تناقشهم، يعني شاركهم بالنقاش يعني بالموضوع. اما اذا كنت مختصر بس على شغلات الفن او كل شغلات فهذا غير حساباتي.
بها، لأنه تعرف الثقافة مطلوبة على أي شخص، يعني ثقافات مطلوبة على أي شخص، لأنه هذه ضمن سياقات معمول بها وضمن أشياء، لأنه لازم يمتلك الشخص عنده ثقافات حتى يقدر يدافع عن نفسه ويدافع عن العمل ماله وعن أي شيء ثاني آخر. اي نعم. اتمنى لك التوفيق استاذنا الكريم. حبيبي استاذ، الله يحفظك، الله يسلمك. اشكرك. أشكركم جدا طبعا. ان شاء الله من نجاح الى نجاح اكبر ان شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. اشكرك استاذنا. حبيبي. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة؟ حياك الله اخوي. الله يخليك. الاسم بك؟ حامية زمن البياتي. تشرفنا الله بحضرتك. يسلمك الله يخليك. هل تحبين تقرين الكتب؟ أنت محب الكتب يعني؟ كلش يعني اول شيء الكتب هي يعني لغة العلم للبشر، وهي اساسا نشر الثقافة بالمجتمع. هسه اي شخص يجي يدرس ينجح يقرأ. صح. يقرأ. فالمجتمع العراقي مالتنا كلش محبين القراءة، ونتمنى نطور هذا الشيء بمجتمعنا، خصوصا مجتمع البصرة. زين، ما قلت قراءة الكتب؟ لا ما قلت، بس يجوز مواقع التواصل الاجتماعي او اغلبيتنا يقامون كتب وينزلون بالمواقع التواصل يعني، بس هي متعة القراءة بالكتب يعني مو بالمواقع، لا ما اتصور. سؤالنا هو أنت تحبين أن تقرين كتاب اللي يناسبك أم يناسب الجميع؟ لا يناسبني ويناسب الجميع، لان اشوف نفسي واشوف المقابل شنو اللي يقرأ وشنو الكتب المطروحة اللي يطلقوها عندنا بالمجتمع، خصوصا المجتمع العراقي. أي كتاب اللي أثر بيك وخلاك يعني تفكرين توصلين إلى مرحلة؟ هو كل شخص وحسب دراسته يعني حسب شغله. أنا كعملي كمحامية وخريجة وكذا أكثر الكتب نقراها عن المحاكم العراقية والسيرة القانونية وشون الدستور صار بالعراق وشون شرعوا القوانين عندنا بالعراق، فهاي كلها كتب الدستوري والقوانين الإدارية والمحاكم، يعني هذا من ضمن اختصاصي، ولا زلنا نقرأ احنا لحد الآن، ولا زلنا وبعد ومستمرين بالدراسة. كأنك محامية، ما أكبر قضية حليتيها وأثرت بيك؟ أكثر قضية يعني هواي قضايا هي والله يعني أكبر واحدة اللي أثرت بيك أنت حليتيها بس أثرت بيك يعني؟ بصراحة شخص يعني موكل مراجع اتهموه بقضية قتل وانحكم 15 سنة، وبالأخير طلع الشخص اللي قاتل طلع موجود وعايش وما بي شيء وأثرت به هو، لأن هو انسجن، هو طفل يعني طفل عمره 17 سنة. دائما تصير. ايه لا هي من القضايا المهمة، لأنه وقتها يعني صار بها حتى ريعة. نعم. وأكثر أغلب القضايا اللي تنعرض على المواقع التواصل الاجتماعي. محافظة البصرة صارت؟ محافظة البصرة طبعا موجودة بكوما، عندنا قضايا بمحافظة البصرة كلش هواية، يعني قضايا اللي تنشر عندنا بالمواقع التواصل الاجتماعي أسهل منها ما. إن شاء الله أتمنى لك التوفيق. أريد أسألك على الموضوع الطلاق، كأنك محامي. موضوع الطلاق هم تأثر بك؟ الطلاق بصراحة بصورة عامة، وأنا طبعا سابقا هم كان عندي لقاء ويا الأستاذ علي الخالدي، هم شرحنا بهذا الموضوع، موضوع الطلاق. موضوع الطلاق صار يعني بكل محافظة نوصل إلى 70,000 و80,000 حالة طلاق بالسنة يعني 70,000 و80,000 طبعا كلش هواية. فهسه شرعوا القانون الجديد ويا قانون العفو قانون الأحوال الشخصية يعني 2025، بل كنت نتأمل انه تتعدل ويكون تفكير. حسرة كبيرة. طبعا هو مو مناظر للمرأة بصراحة. صح. يعني اكون يعني نساء العفو ونظلموا بالقانون، واكون نساء لا يعني ما انظلموا بالقانون، بس انا اغلبيته 90% انظلموا بهذا القانون، يعني مو يا القانون اللي نزل باحوال الشخصية نهائيا. النساء انظلمت؟ اي كلش هواية والله كلش هواية. هسه حاليا هو ما شرع عندنا بالقانون مدونة بعدها، يعني قالوا الاسبوع الجاي ينزل بالمحاكم عندنا. تغيير المذاهب الجعفري والحنفي هم اثرت كلش هواية على صحيح الازواج. ستي الكريمة الله يبارك فيك واتمنى لك التوفيق على راسك. شكرا جزيلا قناة سوبر، شكرا جزيلا. الميول للكتاب يختلف حسب القارئ،
بعض القراء يدور الكتاب اللي هو اللي عليه ضجة إعلامية، الكتاب اللي عليه ضجة إعلامية تلقى القراء يتوجهون لهذا الكتاب، ونلقى نوع من القراء لا، يبحث عن الكتاب، يشوف الكتاب المناسب إليه اللي يجذبه فراح يقرأ هذا الكتاب. أنا بالنسبة لي دائما أتوجه للكتب اللي هي أبحث عن الكتاب قبل لا أقرأ الكتاب، أبحث عنه، أتعمق بالكتاب، وبعدها أبدي أقرأ الكتاب، لأن تعرف رحلتك في الكتاب راح تكون ممتعة وشيقة، لابد أن هذا الوقت اللي تقضيه في الكتاب يكون مثمر، فلازم تختار الكتاب بعناية ودقة. نعم. ما هو الكتاب اللي أثر بك؟ والله هواي كتب، أنا يعني الكتاب اللي ضد انه ياثر بي كتاب العنوان. اي هواي عناوين اثرت بي، بس اقدر انطيك اسم مثل اسماء لكتاب اثرت بي، كمثال الكاتب الروسي طبعا معروف دوستويفسكي، او عربيا نجيب محفوظ، او محليا مثلا شهد الراوي نعم. كاتبه، او يعني هذه يعني المؤثرة. بس ككتاب ما اقدر انطي كتاب، عندي مجموعه كتب يعني اثرت بي بصوره عامه. فسؤالي، انت يعني فقط تبيع الكتب ام هم تقرا الكتاب؟ لا، اللي يدخل في مجال الكتب لابد يعني الكتب اللي يشتغل بالكتب يعني شغله مو تجاريه يعني بحته، اللي يدخل في مجال الكتب لابد انه يعرف قيمه الكتاب. نعم. قيمه الكتاب، تعرف قيمه الكتاب لازم عندك اطلاع على الكتاب، فاحنا موجود هنا ابيع الكتب، لازم ابيع الكتب، من تواجدنا هنا في شارع الفراهيدي كمكتبه لازم نبيع الكتب، بس عندي مكتبتي الخاصه اختني بها الكتب اللي اريدهن، فاحتفظ بهم، قسم اقرا، قسم لا للبيع يعني المكتبه الصراحه. شكرا، اتمنى لك التوفيق يا رب. الله يحفظك استاذ محمد حيدري، اشكرك. من قناه هنا السمر HR، من برنامج لوحه فنيه، نراكم قريبا.